السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي الكرام. اليوم معكم في الدرس السادس من سلسلة مكتبة البيور. أحبتي الكرام، في هذا الدرس أردت أن نخصصه للتيبلز أو الجداول. لا يوجد أي موقع أو تقريبا أي موقع أو ويب سايت لا يحتوي على جدول. الجداول هي قوائم ترتيبية في المواقع، تعمل على ترتيب وتنظيم المواقع بشكل جيد. ما سنقوم به لأهمية هذا الأمر بطبيعة الحال. الجداول تحتاج إلى بعض ستايلات وإلى تدخل مباشر لمكتبة البيور. لبدء جدول بطبيعة الحال نكتب تيبل بهذا الشكل، تيبل، ونقوم بإغلاق هذا الوسم. تلقائيا يعطيني وسم النهاية. اوكي، بعد وسم النهاية بطبيعة الحال ستجد نريد عمل هاد او رأس للجدول، وبهذه الطريقة نضع تي هاد بهذا الشكل ونغلق هذا الوسم. نقوم بعمل هذا الشكل. داخل هذا الهيد بطبيعة الحال سنضع سطر أفقي تيار بهذا الشكل، تيار نقوم بإغلاقه. أوكي، نحتاج إلى مساحة هنا تيار، ونضع في هذا التيار داخله الأعمدة. الأعمدة نستطيع أن نضع بهذا الشكل، نقول مثلا 12 بهذا، ونقوم بتكرار هذه الأعمدة على حسب الاحتياجات. لنفترض أن ستكون لنفترض أنه جدول ضرب. نفترض أن جدول ضرب كنا ندرسه في الابتدائية. نقوم بوضع هذه العلامة اللي هي تعني الضرب، وسأقوم بوضع بهذا الشكل، وضع بعض الأرقام وثم الخوارج تبعها. أوكي، ما سنضع بهذا الشكل، أو سأقوم بتغيير الفكرة لاحقا. يمكن فكرة وضع جدول الضرب فكرة رائعة، لكن سأضع شارب ثم سأفكر فيها لاحقا في مشاريع لاحقة، مثلا كوضع لتحفيظ جدول الضرب بشكل أفضل. أضيف واحدة أخرى. نفترض أن هنا لدي نيم بالعربي، نيم بهذا الشكل. لدي ايج، لدي هنا مثلا ويب سايت، ليكن ويب سايت. نفترض ماذا أريد هنا، مثلا يير أفضل. أوكي، إذا قمت بعمل حفظ والذهاب إلى البراوزر تبعي وأعمل ريفرش، سيظهر معي عمود واحد من الجدول، سيظهر معي على هذا الشكل. أوكي، شكل بشع للغاية. أعود إلى السورس كود تبعي إلى هنا، وأقوم ماذا أقوم به؟ أقوم بوضع كلاس بهذا الشكل، ومخرجة. وهذا الكلاس بطبيعة الحال سأقول بيور، ليس بالماجسكيل، بيور تيبل ببساطة. بهذه البساطة أقوم بالحفظ وأذهب إلى البراوزر تبعي وأعمل ريفرش. ستلاحظ تحسن رائع للستايل تبع الجدول. أوكي، الآن سأقوم وضعنا بالهيد. الآن سنقوم ببناء تيبل بودي بهذا الشكل، ثم إغلاق الوسم بهذا الشكل حتى يبقى ظاهرا. أوكي، في البودي سنقوم بوضع بعض الأمور، وهو وضع سطر بهذا الشكل، تيار، ثم إغلاق الوسم. سأقوم بتكرار هذه السطور إلى 3 مرات.
1 2 3 بحسب حسب الاحتياجات. وكل داخل كل سطر سأقوم بوضع أعمدة تدي بهذا الشكل، وإغلاق هذه الأعمدة سأضع فيها على حسب ما أكون لدي 1 2 3 4. سأضع هنا 1 2 3 4. أقوم بنسخ هذه الأربعة مباشرة وأقوم بوضعها داخل كل جدول بهذا الشكل. أوكي أحبتي الكرام، أضع داخله مثلا نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. أوكي. ومثلا لدينا هنا النيم صديق، نيم ياسين، نيم سمير بهذا الشكل. ولدينا أيضا ماذا لدينا ايج، نقول صديق مثلا 30، ولنقل هنا ياسين لديه 40، وسمير شيخنا الكبير لديه 50. نقول مثلا يير، نضع السنة، نحن في 2017. نقوم بنسخ هذه السنة وتكرارها هنا، ثم تكرارها هنا، ثم لا أحتاج إلى تكرارها، ثم حفظ. ليس دبل نزيل هذا الدبل، إنما حفظ بهذا الشكل. أقوم بعمل ريفريش للبراوزر تبعي، ستلاحظ ستايل رائع. اوكي. هذا ما يسمى بتيبل، الديفولت تيبل في مكتبة البيور. هناك ايضا ما يسمى ب البوردر تيبل. البوردر تيبل ببساطة نذهب إلى الكود تبعنا، وداخل كلاس التي نادينا بها البيور نعمل سبيس بهذا الشكل، وننادي بيور سلاش تيبل بهذا الشكل، ثم سلاش أخرى، ونكتب بوردر ريد بهذا الشكل، ونقوم بالحفظ. نتجه نحو الجدول تبعنا، ستلاحظ أن البوردرات وضعت بوردر على كل خانة معينة. المساحة هنا بالديفولت، البادينج ما بين كل العناصر هو ديفولت. سأعود إلى الكود سورس تبعي، وأقوم هناك أيضا بما يسمى درسنا هنا الفيرتيكال في البداية بديفولت يكون فيرتيكال. مثلا نريد الهوريزونتال عفوا الهوريزونتال يسمى هوريزونتال ليس بالاش. نكتب فقط في الجدول، نغير هذا بوردرات ونكتب هوريزونتال هوريزونتال بهذا الشكل. اوكي. نقوم بالحفظ ونعمل ريفريش. اوكي. الهوريزونتال جيد. نطقت الهوريزونتال بصعوبة شديدة. وهناك ايضا الهوريزونتال، وهناك ايضا ستريبايت تيبل. نقوم مثلا بعمل ستريبات، وهي بتقسيم التيبل، وهو كلاسات داخلية. مثلا تريد تيبل تقسيم التيبل، تقسيم هذه بلون وهذه بلون وهذه بلون، هذا ما يسميه بالستريبت. في ستريبت نذهب مثلا إلى
إلى نوع السطر الذي نريد عمل سكريبت له، ونقوم باختياره. مثلا أريد عمل سكريبت لهذا الأول، لهذا السطر الأول، نقوم فقط بعمل كلاس وتساوي بهذا الشكل، ثم نقوم بيور، ننادي المكتبة بهذه السهولة بيور تيبل، ثم نضع اود بهذا الشكل مثلا، نقوم بالحفظ ونتجه نحو البراوزر، نقوم بعمل ريفريش. ستلاحظ تغيير في اللون في هنا. اوكي. ولدينا ايضا ماذا لدينا اذا اردنا نعمل اود الى جميع التيبل مثلا، اظن هذا ما نحتاجه في الجدولة بالنسبة للبيور. إلى الدرس القادم أحبتي الكرام، سنقوم بدراسة المنيو إن شاء الله. في أمان الله أحبتي الكرام.